وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. سنشاهد في هذه الحلقة مشاهد مبهجة لحفظة القرآن، ولكن قبل ذلك تعالوا نشاهد أعداء القرآن ماذا يقولون. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشاهد سلوى بكر الكاتبة الروائية المصرية تقول القرآن بيسرق طفولة الأطفال. وتعالوا نشوف الفائد كذلك رأيناه من قبل يدعو على الذين يحفظون الشباب والفتيات في المغرب القرآن، ويقول إنهم يدفنونهم أحياء، ويقول اللهم أعطينا وجوههم يعني مكننا منهم. تعالوا نشاهد ثم نعلق. عقليا تستطيع الاستيعاب دي سرقة طفولته، بتسرق طفولته. طب ما ده جزء من الهوية المصرية اللي هي ايه؟ الهوية المصرية. لا، هويتنا المصرية فيها أبعاد كتيرة جدا، وجزء من الهوية المصرية التدين القائم على التسامح، على المعاملة الحسنى، ادفع بالتي هي أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بحمد الله تعالى يعني سنشاهد في هذا الفيديو، في هذه الحلقة، عدة مقاطع مبهجة مفرحة لآلاف من حفظة القرآن الكريم في العالم الإسلامي كله، في مصر والعراق وهنا وهناك والمغرب وإلى آخره. سبحان الله، هذه المشاهد تحزن وتغيظ أعداء الإسلام في الداخل وفي الخارج، وتغيظ أعداء الإسلام اللي هم من جلدتنا، اللي بيدعوا أن هم مسلمون. محمد الفايد في غيظ شديد جدا، وأوردت هذا الفيديو من قبل، ويقول أنتم تدفنوهم أحياء، أنتم تدفنوهم أحياء، ليش يحفظوا القرآن ويخرجوا في صف وفي حزن شديد، ويدعو عليهم على الذين حفظوهم، يقول الله أعطينا وجوههم، الله ما هذا. وسلوى بكر هنا، تعالوا نشاهد سلوى بكر أيضا الكاتبة الروائية المصرية تقول لماذا يحفظون الأطفال القرآن؟ ليه طفل في سن 5-6 سنين يحفظ القرآن؟ يقول لها، تقول له لا، هو لا يفهم شيء، خليك واقعي، لا يفهم شيء، خليك واقعي. وبعدين تطلب يعلموهم الموسيقى، يعلموهم الرقص، يعلموهم الرياضة، حتى لا يخرجوا ويكونوا داعشيين. يقول لها طب ده جزء من الهوية الإسلامية. تقول له لا لا لا، الإسلام عندنا والهوية عندنا المجتمع متدين بطبيعته، والتدين يعني التسامح، يعني مش عارف ايه، الإحسان، يعني ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب مين اللي علمنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ أليس القرآن أيتها الكاتبة؟ تعالوا نسمع هذه المشاهد، ثم يعني نرى المشاهد المبهجة التي تغيظ أعداء الإسلام. نسمع كده. بتقول لي سلوى بكر دي معلش انا مش فاهمها. انه يجي يقرا قرآن ساعة يعني ويحفظوه قرآن. طب وفيها ايه؟ ما في ناس كتير جدا. ليه طفل في ابتدائي؟ ما انت بتقرا القرآن عشان تتفقه معانيه. لما تديله آيات هو ما يعرفش معناه، طفل عنده 6 سنين ولا 5 سنين هيفهم ايه؟ خليك واقعي. الفايد في غيظ شديد، يعني سبحان الله. تعالوا نشاهد في غيظ شديد من هذا المشهد. تعالوا نشاهد ماذا يحدث وما الذي يغيظ محمد الفايد. يحفظون القرآن وكيلبسوهم واحد اللباس من نفس اللون، وكيخرجوهم لنا في الصف، وكيقولوا لنا المدرسة شوفوا شحال من واحد حفظ القرآن. لنا شحال من واحد اكتشف لنا لقحة السيدة. الله يبغض وجوهكم، الله يعطينا وجوهكم. خرجتوا على هذوك الشباب، راكم حطمتوا هذوك الشباب، راكم قتلتوا هذوك الشباب، راكم دفنتوهم احياء. خرجينهم وتقرؤون القرآن وهزيموا الوالد. ثم تعالوا الآن نشاهد مشاهد تكريم حفظة القرآن بالآلاف في مختلف أنحاء العالم التي تغيظ أعداء الإسلام في الداخل والخارج. تعالوا نشاهد بعدما شاهدنا حفلة تكريم حفظة القرآن في المغرب الشقيق، تعالوا نشاهد تكريم حفظة القرآن في العراق في الأنبار في مدينة الرمادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشاهد هذه المشاهد التي تغيظ أعداء الإسلام في الداخل والخارج. هذا مشهد من العراق، من الأنبار، من مدينة الرمادي. نشاهد. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما شاء الله. نحن الآن في الخيرية، ما شاء الله، من الطلبة ومن الأساتذة، المتعلم والمعلم، هم كلهم إن شاء الله في الخيرية في جامع فاطمة الزهراء في مدينة الرمادي. يأتون هؤلاء الطلبة يوميا ليتعلموا القرآن الكريم. لهم أساتذة أكفاء يعلموهم القراءة ويعلموهم الأحاديث النبوية ومن الأدب والأخلاق والتعليمات التي يجب أن حقيقة يمتثل بها الشاب المسلم. تعالوا نشاهد كذلك حفلات تكريم حفظة القرآن في مصر. هذا حفل لتكريم حفظة القرآن في مصر في مدينة الجيزة. حفل جاء في التلفزيون المصري في تكريم 485 أو أكثر من حفظة القرآن، حوالي 500 من حفظة القرآن من قرى مصر. هذا حفل جاء في التلفزيون المصري. وهذا حفل آخر في القاهرة في مصر. شاهد. هذه مشاهد من تكريم حفظة القرآن في أماكن مختلفة في العالم الإسلامي. ما شاء الله ما شاء الله. شوف جموع الحافظين، سبحان الله، ما شاء الله. أب يحتضن ابنته، يعني ما شاء الله ختمت حفظ القرآن، بسم الله ما شاء الله. قبل يدها. ما شاء الله ما شاء الله. مناظر مبهجة ما شاء الله لحفظة القرآن. جلست في الأرض تقبل قدمي أمها، ما شاء الله. أخيرا أقول: صدق الله تعالى إذ يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أطفال صغار في سن الحضانة يحفظون القرآن الكريم، وأطفال في 7 و8 يختمون القرآن، وأطفال في 10 يحفظون القرآن بالقراءات. فضل من الله، ويعني بشريات عظيمة. مهما كاد أعداء الإسلام لهذا الدين فإن هذا الدين باق إلى يوم القيامة. يصدق قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن وهذا الدين محفوظ بحفظ الله تعالى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما.